السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا جيان؟ عامله ايه؟ الحمد لله. هي ماما موجوده؟ جوه. ماشي. وعليكم السلام. ازيك يا ماما؟ عامله ايه؟ الحمد لله. رايحه فين؟ كنت رايحه الكليه. كليه ايه دي اللي انت رايحاها؟ قدمت انتساب يا ماما في الكليه، كليه تجاره. ايوه يا ماما، ما هي كانت قايله لماجد ان هي هتقدم في الكليه. بس كنت جايه، بس عايزه 100 جنيه بس عشان ماجد قال لي لو عوزتي حاجه انزلي ماما تديك المصروف وكده، عشان لحد ما هو يجي. هو هيقضيكي اكل وشرب ولا هيقضيكي تعليم؟ يعني ايه اكل وشرب ولا تعليم؟ ايوه يا بنتي، والواحده تتجوز مش بتبص بقى لبيتها وربنا يكرمك بعيل كده تشوفي بيتك وجوزك وعيالك بس احنا متفقين يا ماما، وكنت شرط عليه قبل الجواز ده انا لما اتجوز هكمل تعليمي. وبعدين انا خدت ثانويه عامه وتعبت يعني وجبت مجموع كويس، مش معقول ان انا كمان ما اكملش. والتعليم ده يا حبيبتي هيديكي ايه؟ ما في الاخر الواحده ليها بيت، لها ايه غير بيت جوزها؟ احنا اتعلمنا وخدنا شهادات عاليه اهو قاعدين جنبي اهو بالعيال. لا بس انا لازم طبعا ابقى ماسكه شهاده زائد التعليم دوت. هبقى قاعده جنب عيالي، بس انا ما اقعد جنب عيالي وانا متعلمه وفاهمه غير لما اقعد جنبهم وانا جاهله، على الاقل علشان اعرف اواكب المناهج الحديثه ديت واعرف اذاكر لعيالي وافهمهم. ما انت بتقولي واخده ثانويه عامه، يا ثانويه عامه دي وقت بس برضه البني ادم طول ما هو عايش بيتعلم. الدنيا غير. انت هتخشي داخله كليه تجاره تربيه يعني ولا ادبيه؟ تتعلمي بتبقي مدرسه، ده حاجه وده حاجه. مالها كليه تجاره ومالها كليه التجاره يعني يا جيهان؟ احسن ناس في كليه التجاره. ما انا لو جبت مجموع كبير ممكن اشتغل في بنك، ممكن ابقى معيده في الكليه، ممكن ابقى دكتوره في الكليه. انت بتحلمي يا اختي، ده واخدين شهادات اهو رجاله ومترصصين على القهوه مش لاقيين شغل. ماشي يا ماما، انت ايه اللي مضايقك ان انا ابقى متعلمه وماسكه شهاده حلوه؟ ايه اللي مضايقك في كده؟ لا يضايقني في ايه؟ هو انا اللي هتعب ولا انت في المذاكره؟ لا مش على، انا مش على تعب في المذاكره. شايفه ظروف الحياه دلوقتي عامله ازاي؟ وبعدين انت جايه تقولي لها هاتي فلوس، ما تضايقش ازاي؟ هي تصرف عليك. لا ده سلف، مش هاخدهم ليه خالص. ده لحد ما هو هيجي هيديهم لك. بس مين قال لك انه بيديها حاجه؟ بس هو قال لي لما تحتاجي فلوس همد ايدي اقول له انا عطيت مراتك كذا، همد ايدي ده دي حاجه سلوانه بقى. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا بنتي هيبقى تعب عليكي وهيأثر على بيتك والله، ويحصل مشاكل، ولا تقولي ده ولا تقولي ده. اتفضلي بعد ما شاب ودوك كتاب، بعد ما شاب يا ماما وربنا يكرمها بكره بعيل ولا هتروح ولا تيجي. قولي يا اختي، والمواصلات واللي رايحه واللي جايه دي يتعلم قبل ما يتجوز. ايوه لا هتعلم، وانا بدل عندي عزيمه وعندي اصرار هوصل للي انا عايزاه وهذاكر واجتهد. وبعدين اصلا يا ماما حكايه الخلفه دي انا وماجد متفقين ان احنا مأجلينها لحد ما نخلص. حتى نكون وقفنا عملنا مستقبلنا كده، وقفنا على رجلينا يعني. طب اتفضلي بقى، ده بعد له 4 5 سنين بقى ما يخلفش هتتعين عشان تاخد الشهاده. اللي هتعلقها على الحيطه. اللي هتاخدها عشان تعلم عيالها، يكون بقى الولا بقى ماشي بعكاز عشان تجيب له عيل. لا يا بصي اقول لك على حاجه، احنا هنديهم دروس لما يكبروا ان شاء الله وتجيب لنا عيال ويكبروا، هنديهم دروس ايه؟ من الحوار بتاع علمي عيالك والكلام ده، المناهج بتتغير يا اختي كل سنه، والله ما تعرفي تذاكري. ما انا ابني اهو لا بعرف اذاكر له ولا اعمل له، وبدي له دروس، فتعليم هيبقى تعليم على الفاضي ومصاريف على الفاضي وجهد على الفاضي. حبيبتي حتى الدروس من غير ما الام تتابع وتبقى فاهمه وتتابع مع عيلها ما ينفعش بحاجه يعني. خلاص خديها منازل. هو ايه اللي منازل؟ الدراسه بتاعتك خديها. وليه وجع الدماغ يا بت ومصاريف على الفاضي؟ منازل ولا مش المنازل دي مش عايزه برضك مدرس تقول له عايزه مذكرات وعايزه دروس وعايزه ايوه يا ماما ده فلوس كده. وعلى ثواني يا ماما، انت بس معلش كده يعني. انا شايفاكي حضرتك انت وجيهان كده بتديروا في حياتي وداخلين فيها شمال ويمين، والمفروض دي حياتي الخاصه انا. يعني اذا كنت عايزه اتعلم او ما اتعلمش دي حاجه ترجع لي انا، عايزه اكمل او ما اكملش، سواء اذا كان جوزي موافق بكده. يعني معلش انتوا ليه؟ ما جوزك مش شايف حاجه. ما اقصدش، ما جوزك ما يعرفش حاجه ومش شايف حاجه. جوزك يا عيني بينزل من صباحيه ربنا الشغل، ما بيجيش غير بالليل. هو يا ماما قال لها كده يريحها بس بكلمتين، وقال خلاص بعد ما نتجوز مفيش تعليم ولا حاجه. هو كان قايل كده بينه وبينه، ولو عايز يا ابويا يعلمها ما كان علمها وهي عنده. لا هو مش قايل كده، هو مش قايل كده، بدليل هو وافق وجا معايا وعملنا ورق الكليه وانا بقالي اسبوع بنزل وبروح، بس هو النهارده نزل من غير ما يستلم مصروف. من زنك عليه عمل كده. هو خلاص يا جماعه، وانا وجوزي متفقين على كده، هو راضي وانا راضي. كان ساب لك فلوس يا ماما. لا ده هو نسى. خلاص يا جماعه، انا لو مضايقكم الحوار دوت انا مش عايزه، انا مش رايحه، بلاقيها محاضره النهارده
وانا اسفه يا ماما ان جيت طلبت منك أحسن حاجه. برضك. يلا شكرا. حبيبتي. اطلعي يا حبيبتي غيري هدومك وشوفي لك حاجه اعمليها في البيت، اعملي لقمه للراجل اللي جاي شقيان يا دوت. اختي ده